يا ترى انتوا عارفين ايه الفرق بين الصور المكية والصور المدنية؟ طبعا يا سارة، هي دي عايزة سؤال؟ احنا واخدينها من واحنا في كيجي. الصور المكية هي الصور اللي نزلت في مكة المكرمة، والصور المدنية هي الصور اللي نزلت في المدينة. هو ده اللي احنا خدناه في المدرسة. لكن في فرق تاني وأشمل عشان نفرق فيه بين الصور المكية والصور المدنية. الصور المكية هي كل الصور اللي نزلت قبل الهجرة حتى وإن كانت في المدينة، والصور المدنية هي كل الصور اللي نزلت بعد الهجرة حتى وإن كانت بمكة جديدة دي. الصور المكية ربنا سبحانه وتعالى كان بيخاطب فيها المسلمين وهم في أضعف حالاتهم بيفروا بدينهم، فهتلاقي إن الصور دي كلها فيها تثبيت للمسلمين، فيها صبر على الابتلاء. عشان كده انت كمسلم اقرأ الصور المكية في حالات الضعف عشان تصبر على الابتلاء لما يكون في فتور في قلبك. ولو انت عايز تستشفي بالقرآن روح اقرا الصور المكية، هتلاقيها بتريح قلبك. هديكم مثال، سورة يوسف نزلت في وقت عصيب جدا، نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في عام الحزن، السنة اللي فقد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام زوجته السيدة خديجة أم المؤمنين، وموت عم الرسول أبي طالب. كان الرسول عليه الصلاة والسلام شديد الحزن على وفاتهم هما الاتنين، فربنا أنزل عليه سورة يوسف عشان تصبروا على الابتلاء العظيم اللي هو فيه. نيجي بقى للصور المدنية، خلاص حال المسلمين اختلف، استقروا وبقوا أقوى، فالصور المدنية كلها هتلاقي فيها كل الأحكام. فلو انت بتدور على حكم معين يبقى هتروح تقرأ صور مكية ولا صور مدنية؟ هتقرأ الصور المدنية. وشوفوا سبحان الله حكمة ربنا ما نزلش الصور المدنية بأحكامها في وقت المسلمين فيه كانوا مستضعفين وكانوا بيفروا بدينهم. ده ما كانش الوقت المناسب عشان يستمعوا الأحكام ويطبقوها وينفذوها. دلوقتي بقى هسألكوا سؤال، افتكروا سورة الطلاق مكية ولا مدنية؟ فيها تثبيت للمسلمين وقت ضعفهم ولا فيها أحكام؟ سورة النساء مكية ولا مدنية؟ سبحان الله، أنا بعد ما عرفت المعلومة دي بقيت بعرف بقلبي الصور مكية ولا مدنية من غير ما برجع للمصحف.